القرمشة باينة ولا باين اكتر؟ طبعا معروفة رمضان يعني قطايف. عملت لكم النهاردة اجمد وصفة للقطايف من اول العجينة لحد ما تتنسف من الطبق، وعملتها بطريقتين مختلفتين اجمل من بعض. بجد خطيرة يا جماعة، وهقول لكم على مكون هيفرق في طعمها جدا. كملوا معايا الفيديو للاخر وما تنسوش تعملوا لايك وشير. المكونات اللي معانا النهاردة هي عبارة عن معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق بالمقدار بالظبط 375 جرام. هنحط عليهم معلقة كبيرة هرمية بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة، عفوا البيكنج باودر معلقة صغيرة هرمية، 3 معالق كبار من السكر، 150 جرام دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسة اللي هو السادة الخام، عليهم 900 جرام او 900 ملي مية. هنضيف شوية بشوية وهنقلب بالشكل ده كده. المية هنا عندي فترة، يعني ان احنا نحط ايدينا فيها كده نستحملها. هنفضل نقلب، وممكن نستخدم الخلاط او الهاند بلندر في الخطوة دي برضو مفيش مشكلة. هنضيف مية زي ما انتوا شايفين كده، انا بضيفها بس بالتدريج علشان اشوف سمك العجينة، بس هي ان شاء الله العجينة هتبقى محتاجة اللي هي 900 ملي من المية وهتبقى مظبوطة جدا. طبعا يعني في رمضان القطايف دي لازم موجودة على السفرة، من يعني من اساسيات سفرة رمضان القطايف. والقطايف طبعا ممكن تتاكل مسكرة وحادقة دلوقتي برضو بتبقى خطيرة قوي بالجبن، يعني اللي ما جربهاش يجربها بالجبنة بتبقى تحفة قوي. وهنقلب كده كويس، لسه برضو محتاجة المية، نضيف ونقلب كويس. وانا هنا برضو ممكن زي ما قلت لكم نستخدم الهاند بلندر او الخلاط. وفي طبعا خطوة دلوقتي مهمة جدا هنعملها، يعني بعد ما نخلص تقليب وتبقى مظبوطة. وهنا ضفت باقي كمية المية 900 ملي مية مظبوطين جدا. واهم خطوة ان انا اصفي العجينة، وزي ما قلت لكم ان احنا لو مش هنعرف نضرب بالمضرب اليدوي نستخدم الخلاط او الهاند بلندر، مهم جدا. كده سمك العجينة مظبوط جدا، لو مشيتوا على المقادير هتطلعوا احلى عجينة قطايف. بنسيبها بس ترتاح 10 دقايق مش اكتر، وبعد كده بقى هنديها تقليبة ونفضيها في اي حاجة نستخدمها للطاسة. اهم حاجة ان احنا نديها التقليبة دي ما يكونش فيها اي تكتلات او اي حاجة خالص في الارضية. سخنت طاسة كويس جدا على النار على درجة، وبعد كده بنزل العجينة بضيفها كده زي ما انتوا شايفين، وبهدي النار الوسط. شايفين الفراغات مظبوطة ازاي والعجينة تحفة. والخط الابيض اللي بره على طرف العجينة ده دليل على ان العجينة مظبوطة كويسة جدا، شبه بتاعة الافران. وبجد احلى كمان ان انت عاملاها في البيت بايديكي، حاجة كده تفرح. وريحتها وهي بتتعمل في البيت بتدي البيت بركة وريحة كده ان احنا في رمضان فعلا. زي ما انتم شايفين بوريكم كمان شكل تاني للعجينة. بصراحة بجد لازم تعملوا القطايف في البيت، ما تشتروهاش تاني من بره. وهوريكم بقى بنعملها ازاي. احنا اول لما بنضيف العجينة للطاسة على طول كده بتعمل فراغات زي ما انتم شايفين كده، وبنكون مهديين النار الوسط عشان ما تتحرقش من قبل ما تعمل الفقاعات دي وتستوي. بنستنى لحد ما تخلص كل الفقاعات بتاعتها، وبعد كده بنخرجها ونرفعها من الطاسة على فوطة زي ما انتوا شايفين كده، ونغطيها عشان خاطر العجينة ما تنشفش وتعمل قشرة مننا وتبقى ما تقفلش او تلزق. دي حاجة مهمة جدا ان احنا نحطها على فوطة ونغطيها بالفوطة كده. وكده خلاص بخرجها، كنت بحاول اوريها لكم بس وقعت عشان كانت سخنة جدا. وبعد كده خلصت الكمية، شايفين 3 كوبايات دقيق طلعت معايا كمية قد ايه ما شاء الله. اللهم بارك. الكمية احلى ما بنشتريها من بره واكتر بكتير. بوريكم بقى ان هي العجينة طرية جدا وبتتلزق بسهولة. وعملت انا ميني قطايف كده صغننة كده، بعملها زي قطايف الشامية بناكلها كده من غير ما تتحمر.
خطيرة بجد. اللي ما جربش القطايف مش متحمرة بالكريمة او النوتيلا فايته كتير. وده الشكل التاني الحجم الاكبر اللي هي الجامبو للمكسرات. بوريكم دلوقتي بقى القطايف اللي هي زي ما بقولكوا الشامية. بجد خطيرة يا جماعة. الطبق ده اتنسف بعد الفطار كنا بنتخانق عليه. القطايف اصلا ذات نفسها تحفة جدا. قفلت كل الكمية الصغننة. وبعد كده بقى كنت مجهزة نوتيلا مسيحاها وحطها في كيس كده. بضيفها في قلبها. طبعا بكون مقفلاها كويس من جنب لانها هتبقى متماسكة ومش هتفتح. وهعمل كمان شوية بالكريمة وشوية بزبدة اللوتس. بجد خطيرة والله. لازم تجربوا القطايف من غير ما تتقلي او تتحمر في الزيت. وكده خلاص بخلص كل الكمية زي ما انتوا شايفين. ممكن تتاكل كده او ممكن نزوها بأي مكسرات عندنا. بجد خطيرة يا جماعة. لازم تجربوها. احلى واجمل واوفر من بره والكمية بتطلع كتيرة جدا ما شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده الصورة بتتكلم ما شاء الله. عاوزة اقول لكم الطبق ده ما استناش لحظة. هنيجي بقى للشكل التاني للقطايف بالمكسرات. انا بجيب طبق بضيف له فيه جوز هند وزبيب واي تشكيلة مكسرات موجودة. وبضيف له رشة من القرفة ومعلقة من الزبدة. جربوا الحشوة دي وبجد هتاكلوا قطايف احلى من اللي بتشتروها جاهزة من بره. بجيب بقى هنا بمسك قطعة القطايف كده وبضيف فيها شوية من المكسرات زي ما انتوا عارفين طبعا. واهم حاجة ان احنا بنضغط كويس عشان نقفلها كويس جدا وما تفتحش معانا في الزيت. نقفل كده من كل الاتجاهات ونضغط كويس جدا. بس صدقوني هي مش هتفتح والله في الزيت. العجينة مظبوطة جدا. امشوا على المقادير بالظبط. وهسيب لكم المقادير بالجرامات تحت الفيديو ان شاء الله. ولو مشيتوا على خطوات بالظبط هتطلعوا احلى قطايف. كده بقى يعني بوريكم شكل تاني ان انا بحط بقى شويه من المكسرات وبرده بقفل كده كويس جدا. اهم حاجه ان احنا نضغط كويس ونقفل قطعه القطايف كويس. وممكن نخزن القطايف نعمل الكمية اللي احنا عملناها دي ونجهزها ونعينها في الفريزر عادي جدا. بس اهم حاجة ان احنا نخزنها جاهزة يعني نحشيها جبن او مكسرات. لان لو شلنا القطايف في الفريزر كده من غير ما تبقى محشية هتطلع متكسرة ومتبهدلة خالص. بوريكم بقى شكل تاني. حلو قوي الصغنن بقى ده كنت سايبه شويه من الصغيرين القطايف الميني. على جنب برضو بضيف كده شويه من المكسرات وبضيف واحده كمان عليها وبقفلها كده. الشكل ده خطير جدا. يعني يا ريت تجربوه. ويا ريت تجربوا القطايف محشيه جبنه. بجد برضو خطيره جدا. يعني ممكن اقول لكم حاجه كده لذيذه تتنسب برضو على الاكل. كده خلاص خلصنا كل الكميه. وهنقلي بقى القطايف. هنجهز طاسة على النار ضفتلها زيت يكون وسط يعني الزيت مش غزير قوي. بس يكون سخن جدا. وبعد كده لما بضيف القطايف بهدي النار للوسط. وبدي يعني بقلب القطايف كده كل شوية على كل جزء. لما تاخد اللون الذهبي بخرجها على طول من الطاسة على شبكة او على مناديل مطبخ. بصفيها الاول من الزيت خالص يعني بسيبها دقيقتين 3 كده تصفي اي زيت فيها. وبعد كده بقى بضيفها في العسل اللي انا عاملاه برضو ونزلت فيديو على اليوتيوب شوفوه وبرضو موجود على البيج على الفيسبوك. ما تقلقوش خالص. هيشرب برضو العسل وهيبقى فظيع. بس اهم حاجة نخرجه على المناديل ونصفيه من اي زيت. وطبعا صوت القطايف سمعتهولكوا في اول فيديو مفيش داعي لازعاج تاني. بجد صوت القرمشة بتاعت القطايف خطيرة جدا. واللي بالمكسرات رهيبة. جربوا اضافة القرفة مع المكسرات. بجد طعمها احلى من اللي بتيجي من بره. ونزلت بقى كده القطايف في العسل. وبسيبها يعني شوية دقيقتين كده بقعد اقلب فيها. وبعد كده بخرجها على مصفى تنزل اي شربات فيها. ورشت لها رشة فستق شكل يعني يديها شكل حلو زي ما انتوا شايفين كده. بجد ما شاء الله عجينة مظبوطة. وكل حاجة فيها مظبوطة هتطلع لكم احلى قطايف في البيت. احلى من اللي انتوا بتشتروها من بره.
هستناكم تجربوها وتقولولي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا اشعارات بالوصفات الجديدة قبل اي حد من سارة في المطبخ. واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.